ازاي تكون بداية قصة احداثها حصلت لبني ادم وعايز يحكيها انها حصلت بالفعل؟ انا مش عارفة. طب ازاي اعمل مقدمة؟ انا مش عارفة. ازاي اعبر عن بشاعة اللي حصل لي؟ مش عارفة. ازاي احكي عننا احنا الاربعة، سالي وإزيس وداليا وفريدة؟ ازاي نحكي عن مواجهتنا اللي واجهناها للشيطان؟ ازاي اسرد اللي حصل في ترابط؟ اصلا انا عمري ما كنت بحكي قبل كده ولا بتاعت قصص والكلام ده، ما اعرفش. سامحوني، انا هحكي كبني ادم عادية، انا لا اديبة ولا بتاعت تأليف ولا روايات، انا هحكي كإنسانة عادية جدا. انا فريدة نور، طالبة في السنة الاولى في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. التنسيق بتاعي حدفني في القاهرة، وبقول حدفني عشان هتعرفوا ليه بعدين. بعيد عن محافظتي، لما جيت أقدم في المدينة الجامعية كان العدد اكتمل وحطوني في الويتنج ليست، وعرفت يعني ان الموضوع شكله هيطول. فأولاد الحلال دلوا بابا، قالوا له طب ما تقدم لها في سكن الطالبات وهو أمان برضو. وبالفعل قدمت، بس كان غالي شوية. المدينة طبعا مفيش كده خالص، لقيناها حاجة عامل زي الحاجات الفندقية وكده يعني. قلت لبابا بلاش، قال لي لا طبعا. ازاي يا فريدة؟ مشرفة السكن اسمها مدام ميرات، رحبت بيا وسألتني عاوزة أوضة فردي حبيبتي ولا مزدوجة ولا ثلاثية؟ قلت لها في رباعية. قالت لي في. قلت لها موافقة. كل ده علشان ما دفعش بابا الحقيقة فلوس كتير. خلال أسبوع بالظبط، لا يمكن أقل من أسبوع بصراحة، كان أيام يعني، كنت استلمت الأوضة ومعايا 2 اتعرفت عليهم، سالي وداليا. لسه كانت بداية تعرفي عليهم، هما من كليات مختلفة. ومفيش أسبوع وجت زميلة جديدة اسمها إزيس انضمت لينا ومشيت الحياة الحمد لله تمام، وبدأنا نندمج مع الحياة الجامعية وصاحبنا جدا على بعض. ولكن الحياة في السكن باردة يعني، مهما كانت العلاقات تحس ان كل الناس في أوضة يعني بعيد عن الباقيين. ننزل حتى البوفيه ولا حاجة علشان ناكل، برضو الناس ما بتسألش على بعض. المشرفة العامة بصراحة عندها العيب، مدام ميرات بتحاول تظبط ده، لكن أنا مش شايفاه مفيد. والأمور ماشية في روتين ورتابة وثبات عادي جدا، لحد ما في ليلة كنا قاعدين احنا الأربعة على سرايرنا في الأوضة، وبالليل مضلمين النور وبنتكلم. فسمعنا صوت حاجة زي تكسير أو حاجة وقعت تحت في الدور الأرضي. سمعنا صوت لما يكون في صوت حد بيضحك وحد بيعيط. بصينا لبعض احنا الأربعة ومحدش فينا نطق. لا يعني مش للدرجة دي، مفيش حاجة تخوف يعني. إزيس قالت جرى ايه؟ في ايه؟ عادي يعني، انا نازله اشوف في ايه تحت، يمكن مدام ميرات انفجرت ولا حاجه. بتهزر هي. نزلت إزيس واحنا سامعين صوت خطوات إزيس على السلم، واحنا بقى عمالين نخوفها وعو هيطلع لك وهي نازله فعلا على السلم. طب في حاجه؟ سمعنا الصرخة بتاعت إزيس، نطينا كلنا من على السرير ونزلنا نجري. شفنا المنظر الآتي: إزيس قاعدة في الأرض ومخبية وشها بإيديها، والغريب إن محدش من السكن صحي على الصوت غيرنا احنا يعني، أو سمع غيرنا احنا التلاتة فوق. كانوا شكلها كالآتي: قاعدة في الأرض منهارة. أول ما شافتنا صرخت تاني، حاولنا نفوقها، هي فايقة، هي مش فاقدة الوعي يعني. سندناها وطلعنا بيها الأوضة، فضلت تترعش ومش قادرة تتكلم لحد ما نامت. واحنا برضو مش فاهمين ايه اللي حصل تحت. نزلنا نبص، مفيش اي حاجة تحت، حتى مفيش حاجة واقعة. إزيس فضلت نايمة لتاني يوم العصر. بصراحة أنا مرحتش الكلية وفضلت جنبها، وسالي وداليا جم بدري من الكلية وصحيناها عشان تاكل. قامت كويسة وأقنعناها تفطر، عايزين نكلمها وقلقانين. إزيس هو ايه اللي حصل؟ عندك استعداد تتكلمي ولا مش حابة؟ قالت انا نزلت على السلم وما كنتش مديها اخوانا. كل اللي في بالي ان انا هلاقي ايه يعني، قطة، هلاقي مدام ميرات زي ما انتوا قلتوا.
لكن انا لما نزلت شفت حاجة تانية خالص. انا شفت واحدة من ظهرها كانت ماشية تحت بتتسحب ناحية واحدة تانية واقفة ومديها ظهرها، يعني التانية مش شايفاها. الاولانية اللي كانت بتتسحب دي كان في ايد سكينة، ايدها اليمين تحديدا سكينة، وكانت ماسكة في ايدها الشمال التانية ورقة مطبقاها وضغط عليها بايديها. كانت واضحة برغم ان المكان ما كانش منور قوي، بس كنت شايفة. فضلت تقرب منها وانا في الوضع انا مش عارف اعمل ايه. حركتها كانت بطيئة وهي رايحة لها. عايزة انبه التانية او اقول لها حاجة لكن مش قادرة. فضلت تقرب لحد ما مسكتها من شعرها وذبحتها. التانية لما اتذبحت كان صوتها وهي بتذبح غريب جدا، مش صوت ست ولا صوت بني ادم اصلا. وقعت على الارض، فضلت تتراش والدم يخرج منها زي نافورة، وبصت لي وهي بتموت. بصت لي والله. قلنا لها خلاص طيب وبعدين؟ دي مش بصت لي، دي كلمتني كمان. قالت ايه طيب؟ قالت أسماء وماتت. لقيت التانية بعدها بتتحرك في هدوء واختفت في الضلمة. طول الوقت اللي فات أنا كان لساني معقود ومش عارف أنطق ولا أتكلم، لحد ما لقيت في ثانية الأرض في حاجة زي صوت تكسير أو صوت حاجة بتطقطق في الأرض، ولقيت طالع من الأرض تعبان 2 10 وكلهم رايحين ناحية الجثة وبدأوا يشربوا من دمها على الأرض. الجثة بدأت بعد ما التعابين بتقرب وبتعض فيها وتشرب من الدم ده، بدأت الجثة يخرج منها دم تاني بس اسود. الدم الاسود ده بدأ يسير على الأرض بغزارة، لكن لقيته بدأ يجي ناحيتي زي ما يكون الدم فيه حاجة بتزقه يجي عندي، ومش لوحده، التعابين كمان معاه، لحد ما فضلوا يتحركوا لحد ما جم عند رجليا. في اللحظة دي أنا صرخت، صوتي خرج وصرخت، لكن رجليا ما قدرتش تشيلني. وقعت في وسط الدم الأسود وفضلت مخبية عينيا، وفتحتها لقيتكم في وشي فافتكرتكم هي. ده اللي إيزيس حكته تحديدا. خلصت إيزيس كلامها وكلنا متنحين ومش عارفين نلاقي تفسير. دخلت تنام تاني وطلعنا احنا بره، وسالي قالت يا فريدة احنا ما نعرفش بعض على فكرة، وارد ان إيزيس تكون مريضة نفسيا وكل دي تهيؤات عادي، يعني انت ليه واخده الموضوع عادي؟ يعني احنا بقول لك ايه، احنا نبلغ مدام ميرات تجيب دكتور نفساني عشان الموضوع يتحل. قلت لها لا. بالليل على ميعاد العشاء نزلنا كلنا، وإيزيس رفضت تنزل وقالت هاتولي اكلي، انا مش هنزل المكان ده تاني. قلنا لها يا بنتي ده الناس كلها تحت وانت نازله لوحدك. قالت مش هنزل. نزلنا احنا الثلاثه، داليا وفريده وسالي. المطعم تحت هو المطعم جزء من المطبخ، ويعني الاثنين كيان واحد يعني. كان في غيرنا يعني ناس بقى نازلين طبيعي ناكل يعني. واحنا نازلين اول ما قعدنا عمالين طب مش كانت تيجي مفيش. كله قاعد بياكل وكله قاعد مشغول، والناس عماله تتكلم والبنات تتكلم. عم كارم المساعد بتاع مدام ميرات، واللي تقريبا هو بيشتغل كل حاجه، بيشتغل مخلصاتي، يشتغل يوزع الاكل مع الطباخ، وجي وقال صاحبتكم فين؟ ما جاتش تتعشى معاكم ليه؟ قلنا له هي تعبانه وهناخد لها الاكل. سالي قالت له هو حضرتك يا عم كارم تعرف طالبه هنا اسمها اسماء؟ انا قرصتها من ايدها
وهو وشه اتغير وبص وقال كشوفات النازلات جوه، ادخلوا شوفوا دوروا يعني، بس ليه يعني؟ انا رديت بقى قلت له سيبك من سالي يا مكارم، سالي يبقى فاضيه ما نعرفش بقى يعني. مشي الراجل وهو بيبص لنا نظرات مريبه جدا وشاكك فينا والله اعلم. اتعشينا وطلعنا على السلم وافتكرنا واحنا طالعين ان احنا نسينا نجيب اكل الازيز، فداليا وسالي قالوا هننزل نجيب وسباقي انتي. طلعت الاوضه، لقيت ازيز واقفه مدياني ظهرها، واقفه بتبص من شباك الاوضه لابسه البيجامه واقفه بتبص ومدياني ظهرها. فقلت لها الاكل جاي يا ازيز، البنات بيجيبوه جايين. ما قلتلكيش مش الحيوانه سالي كانت هتعك الدنيا تحت وبتقول للراجل فين؟ انا وانا بكلمها لاحظت بالي من يعني خدت بالي من حاجه. ازيز شعرها انا عارفه طبعا لونه اصفر، لكن اللون اللي انا شفته لون باهت، يعني يكاد يكون قالب على لون ابيض. وإزيس اتلفتت لي، لقيت وش واحدة ازرق شاحب مدبوحة، ومكان الدبح في الرقبة موجود، والدم مغرق البيجامة من قدام كلها. فضلت واقفة قدامها فعلا متنحة، مش عارفة ايه اللي ممكن يتعامل يعني. لا انت مين؟ اسماء برضو؟ وقعت من طولي. والغريب ان انا فقت على في حد بيهزني او بيضربني على دراعي. ايه يا بنتي اصحي، في ايه؟ انت جايه تنامي هنا؟ فقت لقيت نفسي لسه قاعده في البوفيه بتاع السكن، وسالي بتقول ما تيجوا بقى يعني نجهز الاكل ناخده الازيز فوق. وانا كنت بحلم. المهم طلعنا لقينا ازيس الحقيقه نايمه، صحيناها كلت وفاقت وقعدوا يتكلموا مع بعض، وانا سرحانه وساكته لحد ما الصوت بتاع امبارح اتكرر تاني، نفس صوت الوقعه بتاع امبارح. كلنا تنحنا. ازيس بدات تعيط وقالت لا خلاص انا عايزه اروح، روحوني من المكان ده، انا مش هكمل هنا تاني. داليا قالت ولا انت هتروحي ولا حد هيروح ولا هننزل من الأوضة خالص، هو خلاص ما تنزليش وما حد، هنفضل موجودين مكاننا عادي يعني. لكن للأسف مش كل حاجة بنخطط لها بتحصل زي ما احنا عايزين. باب الأوضة بيخبط. لسه هقول مين، النور اتقطع. اتحركت في الضلمة ولا لاقي الموبايل انور بيه ولا شايف اي حاجة، وجيت جنب باب البيت، جنب باب الشقة، وبقول مين اللي بيخبط؟ بعدت عن الباب بسرعة والبنات بدأوا يعيطوا. قلت لهم أنا موبايلي فين؟ أنا عايز أنور، أنا مش شايفاكوا ولا شايفة حاجة. كل واحدة قالت أنا موبايلي كان معايا، ودي مش لاقية موبايلها، ودي مش لاقية. لقيت إيزيس واقفة جنبي، قلت لها بقول لك إيه، امسكي في إيدي ولا امسك إيدك على حد ما ندور على الموبايل، ما إحنا لازم نفضل مع بعض.
بدأت أحسس كده على المكتب وأدور على الموبايل لحد ما لقيته.